ما كنتش بابالغ بقى لمّا قُلت لِك إن الجلاش ليه ألف طريقة وطريقة، عملته معاكِ بطرق كتير على الصفحة، سواء بالطريقة الكلاسيكية المعروفة لينا كمصريين باللحمة المفرومة أو حتى بالصدوق، أو حوّلته معاكِ في فيديو تاني لفطير شرقي وعملته معاكِ بالدجاج وكمان بمشكِّل اللحوم. النهاردة هاعمل معاكِ الجلاش بطريقة اقتصادية وسهلة وبسيطة، هنعملوه من بواقي التلاجة. كلنا طبعًا أيام المدارس بيتبقى عندنا بواقي جبن تركي، على بيضة، هاتيهم بقى وتعالي هنعملوا منهم أحلى غدا للولاد أو عشا كمان. أنا معايا هنا قطعتين 3 كده من الجبنة التركي، حطيت عليهم أو الرومي زي ما بتقولي عندِك، وحطيت معلقتين من الجبنة الكيري، حبة من الزيتون، وقطعت طماطمتين وقرن فلفل أخضر، ولو عندك فلفل ألوان يا ريت حطي. عندي حبة كده من الجبنة الموتزاريلا حطيتها، اتبقى معايا معلقة من الجبنة البيضة كمان لقيتها حطيتها. أي بقى حاجة عندك عايزة تضيفيها ضيفيها، لانشون حطي، بسطرمة حطي، اللي عندك حطيه. تعالي هنا نعمل التشريبة. معايا بيضة واحدة عليها رشة من الملح ورشة من الفلفل وكوباية كاملة من اللبن. زودت معلقتين من الزبادي ومعلقة من السمنة ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. معايا صينية هنا مدهونة بالسمنة، هدهن بالسمنة مش بالتشريبة. ومعايا ورقة جلاش، دهنت الصينية كويس بالسمنة وبعدين ورقة الجلاش. بين كل ورقة وورقة حطيت 3 طبقات الأول في أرضية الصينية، بين كل ورقة وورقة بدهن بالسمنة. يلا بقى معايا الورقة الرابعة، هدهن برضو دهنة خفيفة كده وانزل بآخر ورقة عندي اللي هي الورقة الرابعة من الجلاش. يبقى ما حطيت في أرضية الصينية 4 ورقات كاملين من الجلاش، بين كل طبقة وطبقة دهنة بسيطة من السمنة. هنا بقى زودت التشريبة بتاعتي معلقة البيكنج باودر اللي قلتلك عليها ومعلقة من السمنة. بمسك ورقة كده واحدة بس من الجلاش، احط عليها رشة خفيفة من السمنة واحط عليها الورقة التانية وابتدي الفها زي المروحة كده. فاكرة المروحة بقى اللي كنا بنعملوها واحنا صغيرين نهوي بيها كده؟ اهي اعملي نفس الشكل. هشوف هعملها معاكي كمان مرة. انا بجيب ورقة ادهنها من السمنة دهنة بسيطة واحط عليها الورقة التانية، ومش بدهنها بقى الورقة التانية، الفها زي المروحة كده واعمل. على فكرة انا مستخدمتش السمنة كتير. الصينية دي كلها انا مستخدمة لفة الجلاش كلها نص كوباية بس من السمنة مسيحاها. لو انت بتحبي طعم السمنة زايد فيها ممكن توصل لكوباية الا ربع، لكن ما تقلليش عن نص كوباية. هنا بقى بعد ما خلصت الصينية كلها زي ما انت شايفة، بكمل السمنة بتاعتي كلها بدهنها واتأكد ان السمنة اتغلغلت كده بين كل الطبقات ودخلت جواها بالفرشة. ادهنيها كويس قوي عشان السمنة هي اللي هتطلعها لك مورقة وحلوة ومش معجنة. هنا لقيت شريحتين كده عندي من البسطرمة، زودتهم زي ما قلتلك. انا الخلطة بتاعت النهاردة مستخدمة فيها كل بواقي التلاجة اللي عندي. انت لو عندك لانشون مش بسطرمة حطي، ما عندكيش تكتفي بالجبنات بتبقى تحفة برضو بالجبنات وبس. اي جبنة عندك شيدر تركي، بيضة زي ما قلت لك براميلي، اي جبنة عندك موجودة في البيت هتنفع للوصفة دي. بتبدأي بقى تفتحي كده بين الطبقات وبعضها وتحطي من الخلطة ديت. اتأكدي ان انتي مدخلة بين كل الطبقات. زودي بقى في الحشو كده واحشيها حلو للولاد، هتبقى تحفة. كملتها بنفس الطريقة. انا هنا خلصتها، مسخنة بقى الفرن كويس قوي على درجة حرارة 200. هدخلها على الرف الاوسط 10 دقايق بس تتشمع، والاقي الجوانب بتاعها خدت احمر خفيف كده، لون احمر خفيف. هطلعها بقى واحط عليها التشريبة اللي انا عاملاها. هزي الصينية كده من كل الجوانب وتأكدي ان التشريبة دخلت فيها كلها. دخلتها بقى الفرن تكمل تتشرب بقى التشريبة دي كلها.
وبعد كده لما تتشربها حطها تحت الشواية تاخد اللون الحلو اللي هتشوفيه معايا. هنا بقى بقولك من بواقي الجلاش اتبقى معايا معلقة كده من الخلطة، ومن بواقي الجلاش اللي اتقطعت معايا بعملها لو عندي جلاش مقطع. بمسكه زي ما شفتي كده، ادهن اي قالب عندي بالسمنة واحطه فيها، وحطيت عليها باقي الجبنة، وحطيت كمان حبة من التشريبة اللي اتبقوا. هنا الصينية كانت خلاص، أول ما ألاقيها اتشربت بدخلها بفتح لها بقى الشواية تاخد اللون الحلو دوت. الطريقة اللي في الكاب التانية اللي في الكاب دوت، طريقة الكبات دي في الجلاش بتبقى حلوة جدا. لو جلاش عندك مقطع أو مش عارفة تعملي فيه ايه، اعمليه بنفس الطريقة دي، بتبقى حلوة جدا بقى لللانش بوكس أو لأعياد الميلاد، لأي مناسبة. كمان ساعات بعملها في القوالب بتاعة الكب كيك، بتبقى حلوة جدا. ممكن ابقى اعملها معاكم مرة. لو عندك اي صينية جلاش مقطوعة هتنفع بالطريقة دي. لو عجبتك بقى وصفة النهاردة، ياريت ما تنسيش اللايك والشير ومتابعة للقناة عشان يوصلك منا كل جديد. وصحتين وهنا.